السلام عليكم. انا معاكم محمد مرسي، شغال اكونت سيكشن هيد في شركه اسمها السخنه للتكييف والبتروكيماويات. سعيد ان انا معاكم النهارده في احكي، وجاي اكلمكم النهارده عن قصتي مع السي ام اي. اتمنى ان شاء الله افيدكم، يعني تجربتي تفيدكم ان شاء الله. مبدئيا انا خريج تجاره عربي، المفروض تعليمي اصلا عربي، وعايز اكلمكم على حاجه ان المنافسه بقت صعبه جدا في الماركت، سواء في مصر او في الخليج. يعني ان انت هتفضل زي ما انت محلك سر دي، يعني هتفضل محاسب زي ما انت، حتى لو سافرت بره هتسافر على مرتب ضعيف جدا. يعني دلوقتي المنافسه يعني في الخليج دلوقتي ستارت بالسي ام اي لفوق، يعني السي ام اي ده هتبقى اول سلمه ليك، فانت لازم تبقى مجهز نفسك وريدي، لان انت اكنك في سباق، لازم تبقى مواكب للسباق بتاع العصر اللي احنا فيه دلوقتي. فمبدئيا هكلمكم عن ايه هي السي ام اي. هي السي ام اي هي اختصار لسيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت، يعني محاسب اداري معتمد. دي من معهد اسمه الاي ام اي في امريكا، اللي هو الانستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنت. طبعا انا اخدت السي ام اي من شهر 10 اللي فات، الحمد لله ربنا كرمني، خلصت. كنت خلصت بارت 1 في شهر 10 السنه اللي فاتت 2014، وخلصت بارت 2 الحمد لله في شهر 10 2015. السي ام اي عباره عن تو بارتس. البارت الاولاني اللي هو فاينانشال ريبورتنج بلاننج بيرفورمانس اند كنترول، وده بيتكون من اول حاجه external financial reporting، planning budgeting and forecasting، performance management، cost management، و internal controls. وبرضه اسمه financial decision making، ده بيتكون من financial statement analysis، corporate finance، decision analysis، risk management، investment decision، professional ethics. نتكلم بقى عن يعني الامتحان والكوست بتاعت الاكزامز والكلام ده كله. واول حاجه الاكزام بيبقى بيتاخد في 3 ويندوز خلال السنه. اول ويندو بتبقى في يناير وفبراير، تاني ويندو بتبقى في مايو ويونيو، تالت ويندو بتبقى في سبتمبر واكتوبر. الويندو دي يعني مواعيد الامتحان خلال السنه. يعني الويندو بتبقى عباره عن شهرين زي ما قلت لكم، يعني في 3 ويندوز خلال السنه. تكلفه الامتحان بيبقى فيه اشتراك. اول حاجه تدفعها تقريبا $240، دي بتبقى خلال 3 سنين. هو مبدئيا السي ام اي انت عشان تخش قدامك 3 سنين، يعني انت لو نجحت في بارت لازم تخلص 2 بارتس خلال 3 سنين. فاول $240 دول، والمبلغ ممكن يزيد، يعني الكوست بتاعتها بتختلف كل شويه. فتقريبا هي $240 دلوقتي، دي بتقعد لمده 3 سنين، دي بتدفعها اول حاجه. بعد كده في اللي هو الممبر شيب، هي دي بتتجدد كل سنه، دي برضو حوالي $240. في طبعا تكلفه الامتحان الواحد $395. في طبعا اوفرز تنزل خلال السنه، ومبدئيا يعني في احسن اوفر تقريبا بينزل في شهر يناير دايما. يعني مبدئيا نتكلم عن تكلفه السيرتيفيكت بتاع السي ام اي. اول حاجه بيبقى فيه عشان تعمل اكونت على الاي ام اي عشان تاخد سي ام اي، دي في حاجه زي ابلكيشن فيس كده $240. دي بتبقى بتقعد معاك 3 سنين. 3 سنين دول اللي انت هتاخد فيهم الشهاده. يعني انت قدامك 3 سنين عشان تخلص 2 بارتس، ما ينفعش سنه كده. يعني لو خدت بارت 1 خلال مثلا سنه، لازم تخلص البارت 2 كمان خلال 2 من بعد البارت الاولاني، يعني قدامك 3 سنين بس. وفي انوال فيس اللي هي الممبر شيب، دي بتدفع برضه $240 كل سنه. وفي طبعا تكلفه الامتحان دي $395 مع كل امتحان. طبعا المبلغ ده ممكن يختلف، يعني بيزيد كل فتره، بس المبالغ متفاوته يعني. وطبعا بتنزل اوفرز خلال السنه ممكن تستفيد بيها لما تيجي تسجل بتحصل دايما مع تسجيل، مع تجديد الممبر شيب، ما بتحصلش يعني ما فيش تخفيض على الامتحانات. نتكلم بقى على الامتحان. الامتحان بيبقى عباره عن 4 ساعات. اول 3 ساعات 100 سؤال ام سي كيو اللي هو الاختياري، وان شاء الله ربنا يكرمك بتجيب اكتر من 50%، بتخش كمان على الساعه بتاعتك ويندو للاساي، بتقعد ساعه. الاساي ده بيبقى عباره عن سؤالين، ممكن يبقى كل سؤال، عشان انا الموضوع ده انا وقعت فيه. هو معروف ان هو سؤالين. انا دخلت حليت اول سؤال وثاني سؤال، كنت مفكر ان كده خلاص الامتحان انا كده خلصت الاساي. فدوس نكست لقيت فيه اسئله ثانيه، اتاري ان في السؤال الواحد بيبقى فيه من 5 ل 6 اسئله.
خد بالك من البوينت دي قوي. يعني انت في سؤالين، كل سؤال بيتكون من 5 ل 6 اسئله، يعني ممكن يجيب 11 10 او 12 في الاسي كده، تبقى انت تميت الاربع ساعات. انا الحمد لله خدت التو بارتس، الحمد لله عديت فيهم من اول مره. هبتدي اكلمكم عن طرق المذاكره اللي ممكن تساعدكم في ان انتوا تباصوا السي ام ان شاء الله. مبدئيا ممكن تجيبوا الماتيريال الاوديو بتاعت مستر فيد، ودي اللي انا ذاكرت منها بارت 1، خدتها من خلال مستر فيد. في كمان مستر سامح الليسي، ممكن تنزله، هو عامل جروب على الفيسبوك، ممكن تنزلوا ماتيريال والاوديو بتاعته. الراجل ممتاز، يعني يجيب كل حاجه طالبها المعهد الاي ام اي في السي ام اي وبيشرحها لك نقطه نقطه، فدي مفيده جدا برضه. في برضه مستر عمرو تايسون، ده عامل تشانل على اليوتيوب وعامل برضه جروب على الفيسبوك، ده ممتاز برضه. وهكلمكم على حاجه ثانيه رابعه اللي هي السيلف ستادي، ودي اللي انا عملتها في بارت 2. مبدئيا هو عشان تذاكر سي ام اي قدامك في اهم 3 كتب اللي هم جلاين، وكتاب الاي ام اي اللي هم نازلين اللي هو ويري، وكتاب هوك. انا افضل بصراحه كتاب جلاين تبدا بيه. وطريقه المذاكره هتمشي، يعني هقول لك تجربتي الشخصيه. انا جبت جلاين اول حاجه، يعني بارت 2 كنت بفكر ان انا اخد كورس بصراحه، بس ما لقيتش حاجه لان انا كنت خلصت في اكتوبر 2014 على ما النتيجه طلعت، يعني قول بدات في يناير 2015. قعدت فتره حوالي 3 4 شهور عمال ادور على كورس مش لاقي، فقلت لا لازم اخد قرار. رحت رايح مسجل حاجز الامتحان في شهر 10، كان قدامي حوالي 6 شهور، وقلت خلاص انا اتوكل على الله واخش اسجل سيلف ستادي. فبدات من جلاين، مشيت كالاتي. بقيت اجيب شابتر شابتر، خد اول حاجه قرايه كده يعني تقلني شويه بس سريعه، يعني بقيت امسك شابتر شابتر اقراه كويس وابدا احل الاسئله. وده مهم جدا ان انت كل ما تذاكر لازم تحل اسئله الكتاب، بس الاسئله اللي موجوده ورا كل شابتر. دي يعني بنقسمها راوندز، يعني المذاكره تقسمها على كذا مثلا مرحله. اول راوند تاخد المنهج كله زي ما قلت لك، مذاكره سريعه، انت تقرا بس تعرف المنهج فيه ايه وتحل كده على قد ما تقدر، يعني الاسئله اللي في اخر الكتاب بس. تاني راوند خدتها من جلاين برضه، بس كان معايا عامل بقى انا سمري لنفسي كده، ملخص عامله بايديا، وده مهم جدا، دي اهم حاجه يعني كنت عاملها حتى في بارت 1 وبارت 2، السمري اللي بتعمله بايديك ده. خدت تاني راوند اللي هي في المذاكره وعملت السمري ده، وبدات احل برضه على اليونتس، وبدات احل الاسئله اللي في اخر كل يونت بعد كده، بالاضافه للسي دي اللي هي السوفت وير. هي دي قديمه شويه بس برضه هتنفعك يعني في المرحله الستيج اللي هي بتاعت